يا مساء الفل. وتعالوا بقى بمناسبة النهاردة ماتش المنتخب وإن شاء الله نكسب، تعالوا نعمل مع بعض كفتة الحاتي ناكلها كده واحنا بنتفرج على الماتش، وأقول لكم على مكونات سهلة قوي وإزاي إنها ما تفكش مننا وتطلع معانا بالقوام ده. هنحتاج كيلو من اللحمة المفرومة، بفرم عليهم ربع كيلو من اللية، بتخلي الجزار بيفرمهم على بعض. التوابل بتاعتنا سهلة خالص، عبارة عن معلقة بيكنج باودر وده بيخليها هشة معانا خالص. بنحتاج 7 بهارات وفلفل اسود وقرفة، بصلتين كبار بنبشرهم وبنصفي المية بتاعتهم وبناخد التفل بس. هنحتاج كمان معلقتين من الدقيق، وهنحتاج خلطة الكفتة من كنور، ممكن نستغنى عنها لو مش موجودة بس هي بتدينا طعم حلو. يلا بينا نحط بقى كل المكونات دي على بعض. هنحط اللحمة المفرومة بعد ما فرمنا اللي هي معاها كده. هنحط كمان معلقتين الدقيق وده بيشيل اي سوائل زيادة موجودة معايا في اللحمة فتخليها ما تفكش معانا. هنحط البصلتين بعد ما صفيناهم من المية. هنحط كمان البهارات بتاعتنا زي ما قلنا، بيكنج باودر والفلفل والسبع بهارات والقرفة. وهحط كمان خلطة الكفتة من كنور. بنضيف كل المكونات دي على بعض، سهلة جدا وهنعملها احسن كمان من البره بكتير. واخر حاجة بضيف الملح بتاعنا. بعجن بقى كل الكلام ده زي ما انتوا شايفين كده، بنعجن بقى. بصي طلعي طاقتك كلها فيها، اي حاجة مزهقاكي طلعيها في العجن في اللحمة دي. هنفضل نعجن اكتر من 10 دقايق كمان، يعني لو قعدتي اكتر من 10 دقايق تبقى جميلة عشان الانسجة بتاعتنا تدخل كلها مع بعض زي ما احنا شايفين كده اهي. كده عمرها ما تفك منك بقى، خلاص احنا عجناها كويس قوي. عندك طبعا الكبة ممكن تعمليها فيها العجانة يعني. هنجيب بقى سيخ، اي سيخ عندك بقى، اي حاجة بس بنعمل عليها كده. وهنبدأ نجيب الكفتة نفردها عليه كده. ودي عندنا بقى مية البصل وحطينا عليها شوية زيت. وهبدأ ان انا احطها على الكفتة كده لحد ما نعمل الصابع اللي احنا عايزينه. طبعا الاحجام دي انتي اللي بتتحكمي فيها، يعني عايزة حجم اصغر من كده مفيش مشكلة، عايزة اكبر مفيش مشكلة زي ما انتي عايزة بس. وبنبدأ بقى ناخد من البصل والزيت وبنبدأ ندهن اللحمة كده، ده بيديها شكل حلو قوي في الاخر، بيديها اللمعة بقى اللي انتوا بتشوفوها في الاخر دي. وهنبدأ نكرر بقى لحد ما نخلص اللحمة بتاعتنا اهي، وبدخلها الفرن وبتطلع معانا بالشكل ده. والف هنا وشفا، وما تنسوش تقولولي ايه رأيكم.